أولا بسم الله والصلاة على مولانا رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. سعيد جدا بالحضور بينكم في هذا الصباح، وشكرا على الدعوة منتدى مدى الذي دأب على تنظيم مثل هذه المنتديات. سأحاول أن أكون مختصرا في مداخلتي وفي مقاربتي لمعالجة أو لطرح بعض الأفكار التي يمكن أن نغني بها النقاش في هذه المائدة المستديرة. أعتقد شخصيا على أن الصراع حول بناء اتحاد مغاربي يعني سيظل حبيس الرفوف، ذلك لأن تعنت بعض الأنظمة والحكام بعض الدول المجاورة. سأحاول كذلك استقراء بعض الأحداث الأخيرة التي طبعت المنطقة المغاربية في مقاربتها وفي معالجتها لهذا الموضوع في بناء اتحاد مغاربي يضمن وحدة التعايش بالنسبة للبلدان المغاربية. أعتقد في اعتقادي الشخصي على أنه المدخل لمعالجة هذا الإشكال هو الابتعاد عن التدخل في القضايا الجيوستراتيجية للدول. كذلك لا يمكن أن نمسح عن هذه القضية، أن قضية الوحدة الوطنية المغربية، قضية الصحراء المغربية كانت ولا زالت وستبقى في اعتقادي الشخصي على أنها الإشكالية الحقيقية في بناء اتحاد مغاربي. لماذا؟ المغرب وفي خطاب جلالة الملك وفي خطابين على ما أعتقد، خطاب العرش وخطاب المسيرة، عبر عن سياسة اليد الممدودة بالنسبة للجزائر، ولا يمكن أن نغفل على أن الجزائر سيكون لها تدخل مباشر إن أرادت في حل هذا النزاع. لماذا الجزائر؟ لأن الجزائر تعتقد على أنها القوة الإقليمية الأولى على مستوى شمال إفريقيا أو على مستوى المنطقة المغاربية. المغرب سائر نحو التنمية، منفتح على أسواق عالمية جديدة، الصين، الهند، الاتحاد الأوروبي، أمريكا، سائر في إطار صناعات جديدة على مستوى صناعة السيارات، بناء البنيات التحتية إلى ما غير ذلك. ويعتقد كذلك على أنه القوة الإقليمية رقم واحد. كان من اللازم وكانت عبر التاريخ على أن تونس كانت هي دائما تجنح إلى أن تاريخيا إلى البقاء في الحياد، وأعتقد على أنه حياد سلبي. لكن المؤشرات الأخيرة أصبحت تونس فجأة متورطة في الخلاف بين الجزائر والمغرب حول، وطبيعيا حول يعني قضية الصحراء المغربية، والذي يمكن يعني أن نتوقع من خلاله في المستقبل على تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر بشأن القضية المغربية الأولى خلال يعني سنة 2020 أو خلال السنوات الماضية، بعد أن أعلنت جبهة البوليساريو إنهاء وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة 3 عقود من الزمن، بعد أن طهرت القوات المغربية منطقة القرقرات. بعدها اعترفت إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء مقابل تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل، والذي شكل ذلك تحول في موقف واشنطن الداعم لتنفيذ عملية الوساطة بقيادة الأمم المتحدة. وبحلول منتصف عام 2021 قطعت الجزائر علاقاتها مع الرباط بعد أزمة دبلوماسية دامت لأشهر على خلفية اتهام الجزائر المغرب باستعمال برنامج التجسس، وكذلك اتهام المغرب بالطلوع في الحرائق الأخيرة بالجزائر، وكذلك المعاكسات الجزائرية لمصالح المغرب الاستراتيجية. وفي غضون ذلك يعني بدأت تونس في معايشة أزمتها الداخلية خصوصا سنة 2021، حيث جمد قيس البرلمان التونسي لمدة 30 يوما في البداية، مستندا إلى مادة في الدستور قيل عنها أنها تسمح له بتعليق هذه الهيئة في مواجهة خطر وشيك. وفي حين قبلت هذه الخطوة بتأييد كبير في البداية، إلا أنها أدت في النهاية إلى إجراء استفتاء دستوري
أجري بعد عام واحد فقط، والذي عكس الشرعية المشكوك فيها للمشروع الدستوري الخاص بالرئيس. كما واجه الدعم المحلي لقيس تحديات بسبب المشاكل الاقتصادية الحادة في البلاد، فعلاوة على الضربات التي تعرض لها قطاع السياحة المهم في البلاد بسبب الوباء وتفاقم أزمة الديون، والتي أجبرت الحكومة على رفع أسعار الغذاء والوقود والكهرباء. تحتاج تونس حاليا إلى مزيد من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، وهنا يأتي دور الجزائر، حيث تزود الجزائر تونس بحوالي ثلثي الغاز الطبيعي الذي تحتاجه والذي تعتمد عليه البلاد بشكل كبير لتوليد الطاقة. وقد أجبرت درجات الحرارة المرتفعة وكذلك خصوصا في فصل الشتاء الأخير تونس على زيادة وارداتها من الكهرباء من الجزائر في النصف الأول من عام 2022. وتفوق مستويات الإجمالية للتجارة بين تونس والجزائر تلك التي بين المغرب والجزائر إلى حد كبير. ففي عام مثلا 2019 على سبيل المثال وليس الحصر، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الجزائرية لتونس 1.43 مليار دولار بمقارنة بمبلغ 482 مليون دولار بالنسبة للمغرب. ويرى بعض المحللين أن هذا الوضع يعكس استثمارا أوسع نطاقا تقوم به الجزائر في استقرار تونس تعززه الأحداث الأخيرة من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، والدعم الذي أعرب عنه الرئيس الجزائري على وشك التلفون لقيس، فضلا عن القروض والمساعدات الأمنية وهبات الأكسجين خلال ذروة انتشار جائحة كورونا. وعلى نطاق أوسع، مع اشتداد أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، يبدو أن الجزائر تعزز من مركزها كمورد للغاز الطبيعي. وفي أوروبا كذلك أبرمت الجزائر صفقات لتزويد دول مثل إيطاليا بمزيد من الطاقة، بينما تراجعت أيضا علاقاتها مع إسبانيا بسبب اعتراف هذه الأخيرة بمبادرة الحكم الذاتي التي عبر عنها المغرب. كما هددت الجزائر في وقت سابق بتحويل إمدادات الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، ولكنها لم تقم بهذه الخطوة. وهكذا يمكن أن نربط أن الخلاف الأخير بين المغرب وتونس بأزمة الطاقة العالمية للجوء تونس للجزائر، وموقف الجزائر كذلك من قضية الوحدة الترابية، حيث عبر جلالة الملك فيما مر على أن المغرب أن قضية الوحدة الترابية هي النظارة التي يرى بها المغرب علاقاته الخارجية وعلاقاته كذلك الدولية. كذلك بالنسبة يمكن أن أضيف على أنه بالنسبة للجزائر وفي معاكستها لقضية الوحدة الترابية، والتي تنهج من خلالها مجموعة من الأساليب، خاصة بعد سياسة اليد الممدودة التي ينهجها المغرب، والتي قوبلت بالجفاء وبإغلاق الحدود البرية والجوية في وجه المغاربة. إذن يمكن أن نلخص على أنه الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء والإقرار الألماني بمصداقية المقترح المغربي وجديته، وكذلك الاعتراف الإسباني بجدية ومصداقية المقترح الحكم الذاتي، كذلك الانفتاح المغرب على الأسواق الخارجية وعلى عمقه كذلك الإفريقي، ظل دائما لا يعجب التوجه السياسي أو العسكري في الجزائر، وظلت دائما قضية الوحدة الترابية هي المعيق الأساسي لبناء اتحاد مغاربي يكفل العيش الكريم لجل شعوب المنطقة. شكرا.